مش معناها ابدا انك توقف وتعملش خطيه. ايه هي القداسه؟ من يستطيع ان يخلص؟ مش هتعرف، غير مستطاع. الله مش عسكري مرور، الله مش بابا نويل، الله مش سوبرمان، الله كمان مش فودافون زي ما قلنا المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت، وقلنا انه الله مش مجرد تخش معاه في صفقه تعمل شويه حاجات بيها تبقى انسان كويس تطلب من ربنا اللي انت عايزه او يبقى ليك حق انك تخش السماء طبقا للحاجات اللي انت عملتها كويس. عشان كده الحلقه دي بنجاوب على تاني اهم سؤال طبقا لاسئله دالاس ويلارد، الاهم اسئله في الحياه، هو مين هو الانسان الكويس؟ ده تاني سؤال دالاس ويلارد قاله في أهم الأسئلة اللي في الحياة اللي محتاجين يكون عندنا ليها إجابات. خلينا نقرأ جزء من الكتاب المقدس توضح الفكرة دي أكتر. مرقس 10 بيقول كده: وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجث له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ رد يسوع كان مختلف خالص. قال يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. يسوع هو الله، بما ان الله صالح اكيد يسوع صالح، بس يسوع كان بيحاول يوصل للشخص ده حاجه مختلفه. انت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، اكرم اباك وامك. فاجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حدثتي. حاسس ان في حاجه ناقصه. الشاب بيقول له: انا عملت كل اللي انت قلت عليه، حاسس ان في حاجه ناقصه، رصيدي وصل ارقام مهوله، حاسس ان في حاجه ناقصه. نظر إليه يسوع وحبه وقال له: يعوزك شيئا واحدا، اذهب بيع كل ما لك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. فاختم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. صعب قوي ناس معاها فلوس كتير تخش ملكوت الله. والنقطة اللي يسوع كان بيحاول يثيرها هو مش إن الشخص معاه فلوس كتير ولا لأ، لأنه بيوضحها في الآية اللي بعديها. فبيقول كده: فتحير التلاميذ من كلامه، فأجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. المشكلة مش معاك فلوس كتير ولا لا، المشكلة إن أنت متكل على الأموال دي. هي دي الأزمة، هي دي الأزمة اللي كانت عند الشخص القابل يسوع، جثى عن ركبتيه بيقول له: أنا عملت كل حاجة. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلص؟ مين اللي يقدر يخلص؟ هل الشخص اللي يعمل أعمال كويسة يقدر يخلص نفسه؟ إجابة يسوع كانت لأ. فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. إجابة يسوع كانت رد على سؤال التلاميذ: من يستطيع أن يخلص؟ مين يقدر ياخد الخلاص؟ يسوع رد قال: مهما الناس حاولت تعمل شوية حاجات توصل بيها للخلاص مش هتعرف، غير مستطاع. لكن الحاجة دي، الخلاص ده، اللي يقدر يعمله هو الله. مين هو الإنسان الكويس من وجهة نظرك؟ هل الشخص اللي بيعمل أعمال كويسة؟ الشخص اللي بيعمل أعمال كويسة حاجة كويسة، بس هي مش أهم حاجة. ليه؟ الشخص اللي بيعمل أعمال كويسة من وجهة نظري عنده مشكلتين. أول مشكلة: وأنا بحاول أعمل أعمال كويسة أكيد في أعمال كتير عملتها غلط. مين يدفع ثمن الأعمال الغلط اللي أنا عملتها؟ تخيل معايا راكب العربية، خبطت عربية تانية وكسرت الفانوس بتاع العربية اللي قدامي. نزلت الراجل قلت له: بص، أنا كسرت لك الفانوس، خد المراية دي حق الفانوس اللي أنا كسرته. بما إن فانوس اتكسر يبقى لازم الفانوس هو اللي يتصلح مش المراية. مين يدفع ثمن الخطايا والغلطات اللي أنا عملتها في حياتي؟ الموضوع مش مجرد نقط أو أعمال حسنة أعملها بيها أكفر عن الذنوب والخطايا اللي عملتها. دي أول مشكلة بالنسبة لي. تاني مشكلة: حتى لو بعمل أعمال كويسة من بره، ممكن يكون بعمل أعمال كويسة باينة من بره إن هي كويسة لكن طالعة من قلب بايظ. والوحيد اللي يقدر يغير القلب مش الأعمال، الوحيد اللي يقدر يغير القلب شخص الرب يسوع في الصليب. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصلاح. عشان أقدر أطلع صلاح حقيقي محتاج يكون عندي قلب صالح. مين يقدر يديني القلب ده؟ يسوع. في متى 7 يسوع بيقول في الموعظة على الجبل: ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، كثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، قليلون هم الذين يجدونه. تيموثي كده بيعلق على الجزء ده وبيقول إن يسوع في متى 6 اتكلم عن
الصدقه والصوم والصلاه. الثلاث حاجات دول حاجات اساسيه قوي عند الشعب اليهودي. بس تفتكر هل هي دي الاعمال الصالحه؟ الشخص لما يصوم اكتر ويصلي اكتر ويدفع صدقه اكتر كده هياخد الحياه؟ اجابه تيموثي كيلر واجابه يسوع لا. تيموثي كيلر بيعلق ويقول انه الصدقه والصوم والصلاه مش ان في ناس بتعملها وناس لا. فلما بيتكلم عن الباب الواسع والباب الضيق، المبنى المبني على الصخر والمبنى المبني على الرمل، كل التشبيهات دي ما بيقولش انه الصدقه والصوم والصلاه في ناس بتعملها وناس ما تعملهمش. كل الناس بتصوم وكل الناس بتدفع صدقه وكل الناس بتصلي، لكن الفرق ما بين الباب ده والباب ده، الشجره دي والشجره دي، المبنى ده والمبنى ده، هو نوعيه والطريقه اللي انت فيها بتصوم وبتدفع صدقه وبتصلي. هل بتدفع صدقه وبتصوم وتصلي عشان خاطر زي ما الكتاب بيقول لكي يظهروا من الناس ويستوفي اجرهم، ولا بتعمل الحاجات دي عشان فعلا نفسك تخش في علاقه حقيقيه مع يسوع؟ الاعمال الصالحه في حد ذاتها حاجه كويسه، بس هي ما تؤديش الى الحياه. ليه؟ لانه زي ما قلت القلب محتاج يتغير عشان تقدر تعمل اعمال صالحه بجد. تاني حاجه محتاج حد يقدر يدفع ثمن الخطايا الكتيره اللي انت عملتها قبل ما تعمل الاعمال الكويسه. حتى وانت رايح الكنيسه، ممكن تروح الكنيسه هدفك مش انك تتقابل مع ربنا، هدفك انك تزود النقط اللي عندك عشان خاطر تاخد نقط بيها تقول لربنا انا حقي اخش السماء بناء على الاعمال. الاعمال نتيجه للايمان، لكن اللي هيبرر حضرتك وهيبررني العلاقه الحقيقيه مع يسوع في شخص الرب يسوع اللي مات على الصليب. سي.اس. لويس عنده مقوله مشهوره في كتاب رسائل الخربر اللي احنا جبنا سيرته قبل كده، بيقول انا عرفت ان الزبون بتاعك راح لمعسكر العدو، لكن مش عايزك تحبط، لان كتير قوي بعد سياحه صغيره في معسكر العدو بيرجعوا لينا تاني. ما تقلقش ان هما بيروحوا الكنيسه، اوعى تروح الكنيسه فاكر انك بتعمل اعمال كويسه. ما تقلقش ان هما بيروحوا الكنيسه، انا عندي زبون بتابعه من سنين طويله، قدرت اخليه ما يستفدش حاجه في الكنيسه، خليه ينشغل بلبس اللي قاعد قدامه، يركز مع الناس اللي حواليه. فالكنيسه مش هي القضيه، اهم حاجه ما تخليهوش يصلي، ودي صعبه وغالبا مش هيبطلوا يصلي. بس انا عندي فكره جهنميه، خليه يصلي بس اهم حاجه ما يتقابلش مع الله، لانه لو اتقابل مع الله ودخل حضره نور الله اللي بنهرب منه، هيحصل انه حتى اقوى المجربين في مملكتنا مش هنعرف نوقفه، لانه هو هيكتشف حقيقه نفسه. فكره الصدقه والصوم والصلاه اعمال صالحه محتاجه تتعمل بعد ما تتقابل مع رب يسوع، فيها بتتغير تبقى شبهه، وتيجي تاخد سكه طويله قوي من اعمال تبرهن ايمان حقيقي فيها اتقابلت مع الله. عشان كده القداسه مش عباره عن لسته من الاعمال تعملها، ولا انك تدي انطباعات للناس بيها الناس تشوفك قديس، ولا ان الناس تسقف لك وتقول عليك شخص كويس ومحترم وبيعمل اعمال كويسه وبيدفع صدقه وبيصوم وبيصلي زي الفريسي اللي وقف وقال اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس. ولا القداسه انك تبطل تعمل خطيه، ان كان اكيد القداسه في مضمونها انك تبطل خطيه، بس القداسه مش معناها ابدا انك توقف وتعملش خطيه. ايه هي القداسه؟ طبقا لخروج 13 بيقول كده: وكلم الرب موسى قائلا قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم انه لي. القداسه، تعيش حياه القداسه مش انك بس تعمل اعمال كويسه، ودي مش اول نقطه زي ما اتفقنا، لكن القداسه انك تبقى مخصص ربنا، تبقى بتاعه، يكون الركنه الوحيده اللي في حياتك وفي قلبك هي بتاعت الله. هو ده الانسان الكويس، مش بس يعمل اعمال كويسه. يا ترى ايه هو منظور ومفهوم الانسان الكويس من وجهه نظرك اللي قعدت سنين تتبنى الفكره دي؟ نفسك تبقى انسان كويس؟ ولو انت نفسك تبقى انسان كويس، هل انك تبقى انسان كويس بس انك تدفع صدقه وتصوم وتصلي، او يبقى عندك لسته من الحاجات اللي تعملها وما تعملهاش؟ ولا قلبك يتغير تبقى شبه يسوع بعد كده تاخد خطوات عمليه ناحيه اعمال تبرهن ايمان؟ القداسه مش انك تعمل، بس انك تكون، وده اللي يفرق مع ربنا اكتر، انك تكون نوع الشخص اللي يقدر يعمل مشيئة الله في كل صغيرة وكبيرة، مش مجرد من لستة حاجات تعملها ماشي زي روبوت يمين يمين شمال شمال. هو ربنا عايز مني كده. الله نفسه يبقى انت نوع الشخص اللي عارف تاخد قرارات، مش اي قرارات، قرارات بتمجد شخص الرب يسوع، تعكس مجد الله بجد وسط الناس. اول سؤال ايه هو الحقيقي؟ تاني سؤال مين هو الانسان الكويس؟ الحلقة الجاية هناخد مين هو الانسان اللي يا بخته في الدنيا.